اتفرجت على الاجزاء اللي فاتت من حكايه ميليوداس، فروح شوفها الاول. في الاجزاء اللي فاتت من الحكايه شفنا ازاي ظهرت حقيقه استاروسا، واللي هو اصلا ما كانش موجود، ولكن بسبب تقنيه جسر المحرمه الناس نست مايل، وبقى الكل معتقد ان استاروسا قتله. بس بسبب تزعزع الطاقه بعد امتصاص الاربع وصايا، جسم مايل وذكرياته بدات ترجع للكل تاني. بس مايل لسه عمال يستخدم طاقه الثلاث وصايا ومش عاوز يسيبها، فعلشان كده اتحد كل من درييري وسارييل وترميل وجوسر من اجل ارجاعه لطبيعته. بس قوته كانت كبيرة جدا، ودرييري اتقتلت على ايده. ومش بس كده، لأ، ده كمان سارييل كان استنفذ كل قوته وما عادش هيقدر يكمل في القتال ده. فهل هيقدر كينج واليزابيث وجوسر يوقفوا مايل، وايه اللي هيحصل في الحلقة ديت؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. بعدما انتهت طاقة سارييل واترمى على الارض، صاحبه ترميل راح عليه علشان يلحقه، بيحاول يفوقه. سارييل بيتكلم بالعافية، بيقول لصاحبه مايل ما عادش على طبيعته، الفرصة اللي فاتت كانت اخر حاجة نقدر نعملها علشان نهزمه، بس للاسف انت ضيعتها. ترميل مش قادر يسمع الكلام ده، عارف انه غلطان ولكن ده كان قراره. وفي الوقت ده بقى كان مايل بدأ في الاندماج مع الوصية الرابعة، جسمه مش قادر يمتصها، وشكل في تحول غريب هيحصل دلوقتي يا صديقي. ترميل في الوقت ده بيندى على مايل بأعلى صوته، بيقول له افتكر ايام زمان، انت كنت شخص لطيف في الماضي. بيعيط وبيحاول يندى عليه علشان يسمعه، ولكن للاسف مايل مش موجود يا صاحبي. الاندماج بينتج انفجارات من كل حته، وحرفيا الكل بيتعجن. اليزابيث والكل بيحاولوا يستخبوا من الانفجارات ديت، ولكن شكلها دي نهايتهم. الانفجارات بتخترق السحب وبتنهال على المملكه، ومحدش قادر يصدها. هجوم من احدى الهجمات ديت بيصيب سارييل وترميل، وهوبا بيختفوا من الدنيا. في الوقت ده كان كل العالم بيشاهد اللي بيحصل ده. جيرارد هي كمان كانت شايفاه، بتطلب من اوسلو بعدها يروح عليهم ويساعدهم. الكلب بيسمع الكلام فعلا، بيروح على مكان ديانا وبيشفطها. هاوزر كان لسه رايح يبص عليها كده ما بيلاقيهاش. وفي السما بقى كان الهجوم بتاع مايل لسه مستمر، ظلام نور من جميع الاتجاهات ومحدش عارف يصدها. جوسر بياخد واحده في دراعه كده فبتقصر اكتر ما هي. بيقول بعدها الهوك انا كنت مفكر ان التضحيه بنفسي هي امن وسيله للي هيحصل بعدين، بس للاسف لو احنا ما وقفناش مايل دلوقتي محدش هيقدر عليه. انا مش هستسلم. وكان هجوم مايل خلاص هيصيبه، بس فجاه بوابه مكانيه بتتفتح. اوسلو وصل. ديانا بتنزل بالتقنيه الحديديه بتاعتها، بتمتص كل هجمات مايل. كينج اول لما شافها اترعب، قال لها انت ايه اللي جايبك هنا؟ المكان خطير عليك ويمكن تتاذي. ديانا قالت له انا مش وعدتك قبل كده اني مش هسيبك حتى لو ده يعني موتي، ولو هتموت فانا حابه نموت مع بعض. الله عليك يا ست ديانا الله. بتطلب بعدها من جوسر يعرفها بكل التفاصيل. الواد بيعرفها فعلا. البنت بعدها بتتصدم وبتعرف ايه اللي جوسر التاني عمله من 3000 سنه علشان ينهي الحرب ديت. وبعدها التحول النهائي المايل بيخلص وشكله الجديد وصل. يا حلاوه، ده وشه بقى عليه غطا كده، والاربع وصايا كمان مكتوبين عليه. ومش بس كده، لا، ده عنده 6 اجنحه في جسمه، وكل 3 مختلفين، جزء من عشيره السماء وجزء شيطاني. هو ايه اللي بيحصل ده؟ مايل بعدها بيستخدم وصيه من بتوعه، بيعمل انفجار مزوي بيكسر بيه كل اللي حواليه. اليزابيث وديانا والكل حرفيا كان واقع ومش قادر يتحرك. كينج بيفوق بعدها بالعافيه، بيحاول يطمن على حبيبته. ديانا بتفوق فعلا، ولكن سرعان ما بتقع تاني. التأثير المنوم للضربة ديت بيأثر عليهم. كينج هو كمان بيغلبوا النعاس، وشكل الكل هيموت وهو نايم يا صديقي. بس فجأة جوسر بيستخدم قوته على اليزابيث وبيفوقها، بيستخدم قوته على كل اللي نايم وبيصحيهم، وبيقول لهم احنا لازم نوقفه عند حده. وطبعا جوسر ما تأثرش بالهجوم ده علشان قوته اصلا هي الاستحواذ على العقل، وهو مبروم على مبروم ما يرولش. بعدها بدأ الهجوم المضاد على مايل. اتحد كل من ديانا وكينج مع اليزابيث وجوسر. كينج استخدم الهيئة الخمسة لسلاحه الامبراطوري وبقى بالشكل ده. ديانا هي كمان استخدمت رأس الضرور الشهيرة وبدأت تمد بالطاقة علشان يحارب. اما جوسر فاستخدم قوته وعمل نسخ كتيرة من كينج علشان يزود من الهجوم بتاعه. وبدأت المعجنة، حرفيا تقنية أسطورية. مايم بيتضرب من كل حتة، الكل كان فرحان ومفكرين نفسهم هيفوزوا. بس فجأة مايل بيستخدم الوصية التانية منه، بيطلع جرس كده، اول لما بيستخدمه بيدمر كل نسخ كينج المزيفة. ومش بس كده، لا، ده كمان بيستخدم وصية تالتة، بتطلع سلاح سحري كده بيختم القوى السحرية، بيصيب كل من كينج وديانا. وبكده الاتنين ما عادش ليهم اي لازمة. بعدها مايل بيطلع الوصية الاولى وبيجهز تاني علشان يفجرهم، وطول ما الكل مش هيستخدم السحر فكده دي هتكون نهايتهم. بس جوسر بيطير على مايل وبيمسكه قبل ما يهجم، بيقرر يستخدم تقنية التفجير الذاتي واللي هتخلص على مايل وتنقذهم. بيأمر الكل يهربوا من المكان ده وهو هيخلص عليه. تفتكر بقى ان هو يعرف يعمل حاجة يا صديقي؟ لا والله، الوصية الأخيرة بتعمل وهم بتدخل جوسر فيه.
فيه. بيشوف ناجا بعدها وما بيكونش مصدق ولا عارف اللي بيحصل، بيفضل متأثر وخلاص مايل بيستخدم تقنيته وهيقتلهم. كينج ما بيعرفش يعمل اي حاجة، بيحس خلاص انه كده هيموت. بس في اخر لحظة الكلب بتاعه بيجري على اخره وبيكبر جسمه، بياخد الضربة بدلهم. اوسلو بيقع على الارض ميت بعد ما ضحى بحياته لحماية صاحبه. كينج بعدها بيعيط على كلبه، ومايل بيجهز كمان مرة علشان يقتلهم، بيضربهم بانفجار تاني. ولكن المطرقة بتاع ديانا بتكون اتفعلت بالكامل وامتصت الهجوم ده ووزعته على الجزيرة. ولكن لو في ضربة تانية راحت في مركز الجزيرة فالجزيرة مش هتستحمل وهتسقط بيهم لتحت. مايل ما بيدهمش فرصة، بيهجم عليهم تاني. المطرقة بتمتص الضربة وبتوزعها على الجزيرة تاني. الجزيرة بدأت تتدمر، الكل بيقع من عليها. إليزابيث بتحاول تلحق ديانا وبتطيرها. هوك وكمان بيلحق جوسر. ديانا بتبص على حبيبها ما بتلاقيهوش، فبتعرف ان طاقته السحرية لسه مختومة وعلشان كده مش هيعرف يطير. بتطلب من هوك يدور عليه. هوك بيجري عليه فعلا وبيحاول يلحقه. وفي الوقت ده كان كينج لسه زعلان على اوسلو، مش عارف يعمل ايه. بيقول ملك الجنيات هيقع من ارتفاع عالي ويموت. ده ايه الضحك ده؟ انا فاكر اول مرة شفت القائد فيها وقال لي اني ملك كويس، فرحت جدا من كلامه وقتها. بس هو في ملك كويس يكون عاجز عن حماية اي حد هو بيحبه؟ ده انا حتى مش قادر احمي البنت اللي حبيتها. صورة ديانا وقتها بتظهر في عقله، بيفتكر الوعد بتاعه معاها لما قال لها انا مش هسيبك. بيقول انا مش هسيبها تتأذى تاني. بيجمع كل قوته، بيزعق على اخره وبيقول ملك الجنيات مش هيستسلم. وفي الوقت ده مايل بيكون قرب من اليزابيث وخلاص هياخدها. ولكن فجأة مرة واحدة بيطير بعيد عنهم. كينج بيظهر بشكله الجديد وبيقول لهم ما تقلقوش من حاجة، انا هعرفه مقامه دلوقتي وشكلها هتلعب يا صديقي. ديانا بعدها ما كانتش مصدقة، ده ازاي كده؟ اجنحته زي اجنحة ملك الجنيات الاول جلوكسينيا. ومش بس كده، ده كمان طاقته كبيرة جدا. ده باين انه هيعملها ولا ايه؟ مايل بعدها بيهجم عليه بكل قوته بالوصية الاولى، بيدمر المكان باللي فيه. تخيل بقى ان حد يحصل له حاجة يا صديقي. والله كينج بيحميهم بهيئة جديدة من سلاحه، مفيش حد بيتأذى. بيفعل هيئة الحارس بعدها ونزل ضرب في مايل ومش رحمه نهائي، حتى الهيئات اتطورت بشكل مرعب. مايل بيحاول يهجم عليه تاني، فراح كينج مريحه بالهيئة الثالثة هيئة السيوف. مايل بعدها بيعافر وبيطلع منهم بالعافية، بيهجم على كينج بكل قوته. بس الواد بيفعل الهيئة الرابعة من سلاحه، بيديله ضربة بتكسر دماغه. ده ايه العظمة ديت؟ بعدها كينج بيقف منتصرا بيستعرض قوته. بيقول لمايل بعدها انا مش هقتلك علشان الانتقام بيولد الكراهية، بس ما تقلقش مش ههرب منك برضه، انا مستنيك تيجي وتقتلني في اي وقت وكده كده هجلدك. ده ايه العظمة ديت؟ ده اسكانوري يا جدعان مش كينج. مايل في الوقت ده كان جسمه خلاص جاب اخره، فاضل له شوية وقت ولو استمر على الحالة ديت هيموت. وعلشان كده لازم جوسر يتدخل بسرعة ويلحقه. ولكن كان لسه تحت تأثير الوصية بتاعت مايل ومش قادر يخرج. حبيبته ناجا مثبته مكانه وبتقول له مش هسيبك تمشي، انت سرقت حب ليك ومش هسيبك تخرج من هنا او تشوف بنت غيري. جوسر وقتها فرح جدا من كلامها، قال لها انت البنت الوحيدة في قلبي، مش عاوز غيرك، بحبك وهفضل احبك لحد اخر يوم في حياتي. بس للاسف انا لازم اروح دلوقتي علشان اكفر عن ذنبي. ناجا بتتأثر جدا من كلامه، بتسيبه فعلا. بيرجع وبيشوف المنظر ده قدامه، بيقرر يستخدم كل قوته علشان يحرر مايل من لعنته. بيقول له هوك يطير فوقه، بينزل على دماغه، بيدخل جوا وعيه، بيلاقي مايل قاعد زعلان في جنب كده، مش عارف يعمل اي حاجة، قاعد مستني الوصايا تستهلك جسمه ويموت ويختفي من العالم كله. جوسر بعدها بيقول له ما تستسلمش، في ناس كتيرة مستنية رجوعك بسلامة. مايل وقتها كان زعلان جدا، بيقول له انا سبت نفسي للظلام ياكلني وقتلت في اصحابي وعشيرتي، انا مش ممكن اسامح نفسي على اللي عملته. بس انا عندي سؤال اخير ليك يا جوسر، ليه اخترتني انا؟ ليه ما اخدتش اخويا لوديشيلا او اليزابيث بدالي؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى اخترتني بالذات يعني؟ جوسر قال له كل ده بسببك، وانت لو معاك ذكرياتك القديمة هتفتكر الوش ده. مايل اتصدم، ركز في وش جوسر اكتر وفعلا ظهرت الحقيقة. ففي مرة من المرات كان مايل شغال قتل في كل عشائر الشياطين، هو مش راحم اي حد نهائي. بتستنجد بيه واحدة كده من ضحاياه وبتقول له ارجوك ما تقتلنيش، انا عاوز اشوف حبيبي للمرة الاخيرة، عاوز اشوف جوسر. مايل ما بيسمعش لكلامها وبعدين بيقتلها، ودي بقى هي حبيبة جوسر الحقيقية واللي جوسر الدمية مبني على اساسها اصلا، وكان اسمها غيراليز. مايل وقتها بيعرف غلطته ووعيه بدأ يتداعى، الوصايا شكلها تستحوذ على جسمه. جوسر بيطرد من وعيه ويبقى مايل ساكنا عن الحراك، سايب الوصايا تاكل جسمه. بس في اخر لحظة بيقول لهم كفاية كده،
وانا في الاخر اللي طلعت غلطان. بيزعق على اخره، بيحرر نفسه منهم. وفي الوقت ده كان جوسر رجع للعالم الحقيقي، بيمسك في جسم مايل وهو بيتفجر، بيقع بعدها على الارض والكل بيحاول يجري وراه ويلحقه. وفي اخر لحظه ايد مايل بتمسكه، وده طبعا بعد ما رجع لطبيعته وخرجت الوصايا من جسمه. اليزابيث والكل بعدها فرح جدا ومحدش كان مصدق. بينزلوا بعدين على الارض ومايل بيعمل تعويذه على جثه كل من درييري واوسلو، والتعويذه ديت هتخليهم يتولدوا من جديد مع نفس ذكريات حياتهم القديمه. ولو عاوزين يعاقبوا مايل فهو جاهز للعقاب في اي وقت. بعدها بيطلبوا من مايل ينضم لهم في القتال في مملكه كاميلوت. وفي الاول مايل ما كانش موافق، بس بسبب اصرار اليزابيث عليه في الاخر بيوافق، وبيستعد الكل للاتجاه الى مملكه كاميلوت من اجل مساعده الفريق الاخر. وفي نفس الوقت ده كان هندريكسن بيعالج غل بواسطه سحره. غل بيقوم فعلا وبيقول له انت ليه ما عالجتش نفسك؟ لسه ما لحقش يخلص الكلمه بيلاقي الوحوش قامت، واسكانور كمان طاقته رجعت بعد امتصاصه للطاقه من سلاحه الامبراطوري. بس كيوزاك وتشاندرا كانوا قدروا يتاقلموا مع هجوم مارلين. ده ايه الحلاوه ديت؟ لوديشيلو هو كمان كان لسه مش مستوعب اللي بيحصل، دماغه هتنفجر من الذكريات اللي عماله ترجع. مارلين بتسال زلدريس بعدها وبتقول له هو مش استاروسا كان اخوك؟ انت ازاي مش متاثر بيه ولا دماغك بتوجعك؟ زلدريس قال لها هو بالرغم من انه قريب مني انا عمري ما حبيته ولا كنت طايقه اساسا، وبعد ما عرفت انه مش اخويا بالعكس حسيت اني ارتحت كده. يا ابن اللعيبه ده الحرب اتقلبت. بعدها تشاندرا وكيوزاك بيقولوا لهم دورنا بقى في القتال. بيستخدم الاثنين تعويذه اسطوريه، بيقولوا لهم اجهزوا لموتكم. التعويذه ديت بتدمجهم الاثنين في جسم واحد وبيصبحوا الشيطان الاقوى على الاطلاق. قوه الشيطان ده ممكن تعادل قوه ملك الشياطين حتى، واسمه الشيطان الاول. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ من جانب تاني بقى وتحديدا عند مليوداس وبان كانت بدات معركه طاحنه ما بينهم وما بين ملك الشياطين علشان يرجعوا للعالم بتاعهم. فهل هيقدروا يعملوا كده؟ وايه قدرات وايلد السريه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي، فتعالوا بينا نكمل باقي.